أهلا بيكم. بصوا يا جماعة، الساحة الكروية في مصر دلوقتي مش مجرد بتمر بأزمات وخلاص، لا لا، القصة أكبر من كده. إحنا حرفياً واقفين قدام طريقين: طريق بيحاول يعمل ثورة على نفسه ويعيد البناء من أول وجديد عشان المستقبل، وطريق تاني للأسف غرقان في نفس المشاكل والأزمات اللي بتتكرر كل شوية. النهاردة بقى هنخش في الطريقين دول ونفهم الحكاية من أولها لآخرها. خلينا نبدأ بالسؤال اللي شاغل بال كل الناس الفترة دي. إيه اللي بيحصل بالظبط جوه القلعة الحمراء؟ النادي الأهلي بكل تاريخه وبطولاته بيحصل فيه تغييرات مش بس كبيرة، دي تغييرات درامية ومحدش كان متوقعها خالص. يلا بينا نشوف إيه الحكاية. اللي بيحصل في الأهل ده ما ينفعش نقول عليه تعديلات إدارية عادية، لا، ده أقرب لزلزال بمعنى الكلمة. زلزال بيغير شكل منظومة الكورة في النادي بالكامل. في قرارات تاريخية بتتاخد بتعلن إن في مرحلة خلصت ومرحلة جديدة خالص هتبتدي، وده طبعاً بيخلينا لازم نسأل عن الأسباب والتأثيرات. طيب إيه هي بقى القرارات دي بالتحديد؟ أول حاجة، تم حل كل اللجان اللي كانت مسؤولة عن الكورة، التخطيط، السكاوتينج، التعاقدات، كله. تاني حاجة، الملف ده كله بكل صلاحياته اتسلم لشخصين اتنين بس، ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ. تالت حاجة، ودي بقى النقطة الأهم، تم إعادة تعريف دور رئيس النادي نفسه الكابتن محمود الخطيب. يعني زي ما بنقول، دي مش مجرد تغييرات، دي إعادة هيكلة كاملة للسلطة في قطاع الكورة. وهنا بقى لازم نقف شوية عند أهم قرار فيهم. الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي وواحد من أهم رموزه بنفسه خد خطوة لورا، ودوله دلوقتي بقى استشاري وبس بناء على قرار مجلس الإدارة. ودي مش حاجة حصلت صدفة، لأ، دي خطوة مقصودة جدا. الهدف منها إن قيادة جديدة متخصصة هي اللي تمسك الدفة ويكون معاها كل الصلاحيات عشان تاخد القرارات الفنية والمالية من غير أي تدخل. والقرار ده بيورينا نموذج إداري مختلف خالص عن اللي بنشوفه حتى في أندية أوروبية كبيرة. يعني شفنا ليفربول مثلا راهن على الاستقرار وادى لمدربه الجديد أرني سلوت موسم كامل عشان يثبت نفسه، وده دليل على التزامهم برؤية طويلة الأمد. يبقى إحنا كده قدام طريقين مختلفين عشان نوصل لنفس الهدف، وهو بناء مستقبل قوي. الأهلي اختار طريق الصدمة الجراحية، وليفربول اختار طريق الاستمرارية. طيب، السؤال المنطقي هنا، إيه اللي يخلي نادي زي الأهلي ياخد قرارات بالقوة دي وفي التوقيت ده بالذات؟ الإجابة ممكن تكون صادمة أكتر من القرارات نفسها. الإجابة جت من قلب أوضة لبس الفريق وكشفت عن أزمة كبيرة ومحدش كان واخد باله منها، أزمة في التدريبات نفسها. اسمعوا الشهادة دي كويس، دي جت على لسان لاعب أجنبي في الفريق واللي اتعرف إعلامياً باسم كام ويش. في حوار صحفي قريب قال بالنص: التدريب هنا ضعيف جداً، مستحيل يساعد أي لاعب إنه يتطور. الكلمتين دول كانوا زي قنبلة انفجرت جوه النادي وفسرت حاجات كتير قوي ما كانتش مفهومة. اللاعب ده بقى شرح بالتفصيل. هو قارن بين اللي كان متعود عليه في أوروبا وتحديداً في الدول الإسكندنافية اللي التدريبات فيها قوية ومكثفة طول الأسبوع وبتطلع لعيبة جاهزة بدنياً لأعلى مستوى، وبين اللي شافه في الأهلي. قال إن التدريبات ضعيفة، أجازات كتيرة، في جو من عدم الجدية لدرجة إن في لعيبة مش بتكمل تدريبات الجري المطلوبة منها. وده بيودينا لصلب المشكلة. الشهادة دي لخصت كل حاجة في نقط واضحة زي ما احنا شايفين. أولاً، نقص القوة والجدية في التمرين. ثانياً، لاعيبة بتجري 10 متر بس بدل ال30 المطلوبة منهم. ثالثاً، في ثقافة هزار وعدم محاسبة. والأهم من كل ده، مفيش شخصية مدير الكورة القوية اللي تقدر تفرض الانضباط. الكلام ده كله بيجاوب على أسئلة كتير كانت عند الجمهور عن سبب تراجع المستوى البدني والفني اللي كنا ملاحظينه. طيب، دلوقتي خلينا نسيب قصة الأهلي اللي بيحاول يبص للمستقبل ونروح للطريق التاني. قصة نادي كبير تاني بيواجه نوع مختلف تماماً من الأزمات. أزمة للأسف بقت مزمنة وبتتكرر بشكل يوجع القلب. الرقم ده 14. الرقم ده مش مجرد رقم. تخيلوا معايا، في ال6 شهور بس، 6 شهور، نادي الزمالك جاله 14 قرار إيقاف قيد من الفيفا. عارفين يعني إيه 14؟ ده نفس عدد بطولات الدوري اللي النادي كسبها في تاريخه كله اللي فوق ال100 سنة. يعني متخيلين المقارنة؟ دي لوحدها كده بتورينا حجم الكارثة الإدارية والمالية اللي بنتكلم عليها. وعشان كل الناس تكون متابعة معانا، يعني إيه أصلاً إيقاف القيد؟ ببساطة شديدة، دي عقوبة بيفرضها الاتحاد الدولي فيفا على أي نادي بيخالف القواعد، وفي الغالب بتكون بسبب إنه ما دفعش فلوس للعيبة أو لأندية تانية. والعقوبة دي بتمنع النادي إنه يسجل أي لاعب جديد، يعني بالبلدي كده بتشلح حركته في سوق الانتقالات تماماً. وقصة اللاعب أحمد الجفالي دي مثال حي بيوضح الدوامة دي. الزمالك بيتعاقد مع لاعب باحتفالية كبيرة، يجي مدرب جديد يقول لك لا أنا مش عايزه، يقوم النادي بعته إعارة لنادي تاني ويفضل برضه يدفع مرتبه. النادي التاني يرجع اللاعب بدري.
الزمالك ما يسددش باقي فلوس اللاعب. النتيجة الطبيعية إيه؟ اللاعب يروح يشتكي للفيفا ويكسب، والزمالك ياخد إيقاف قيد جديد. دي حلقة مفرغة بتتكرر بسبب سوء التخطيط المالي والإداري. دلوقتي بعد ما شفنا الحكايتين، حكاية الأهلي وحكاية الزمالك، خلينا نحطهم جنب بعض ونقارن. إحنا كده قدام مدرستين وفلسفتين مختلفتين تماماً في الإدارة الرياضية في مصر. والشريحة دي بتلخص الفروق بشكل عبقري. في التعامل مع الأزمات الأهلي اختار الجراحة، التغيير الاستباقي وتفويض السلطات. الطريق التاني بيعتمد على المسكنات والحلول المؤقتة اللي بتخلي الديون تتراكم. في التخطيط الأهلي بيبص لقدام وبيحاول يبني قيادة فنية للمستقبل، في حين إن الطرف التاني كل همه إنه يحل أزمة العقوبات اللي عليه دلوقتي. من الناحية المالية، فريق بيستثمر في هياكل جديدة وفريق تاني بيضيع فلوسه في دفع غرامات. الخلاصة، طريق بيبني للمستقبل وطريق تاني محبوس في دوامة إصلاح أخطاء الماضي. والأخطر من كل ده إن التأثير مش بيقف عند نتائج الأندية دي وبس. المشاكل المتكررة دي بتضر بسمعة الكرة المصرية كلها على المستوى الدولي، بتخلق جو من عدم الاستقرار اللي بيمنع أي تخطيط طويل الأمد، وبتخلي العالم كله يشكك في مستوى الاحترافية عندنا. وفي الآخر بنلاقي نفسنا دخلنا في حلقة مفرغة من القضايا والمعارك القانونية مع الفيفا اللي بتستنزف سمعتنا وفلوسنا. وفي وسط كل ده في دور مهم جدا يمكن بنتكلمش عنه كتير، وهو دور الجمهور. المصادر اللي بنتكلم عنها النهاردة بتقدم روشتة واضحة ومهمة للمشجعين عن إزاي يكونوا عنصر إيجابي وداعم بجد في الأوقات الصعبة دي. في جو مليان عاطفة وحماس وفي نفس الوقت مليان إشاعات وأخبار أي كلام، إزاي المشجع يقدر يدعم نادي بوعي ومسؤولية حقيقية؟ الإجابة في كام نقطة بسيطة. أولاً، النقد البناء مطلوب ومهم، لكن الشتايم والإساءات الشخصية بتضر وما بتفيدش. تانياً، ادعم الكيان مش الأشخاص. اللعيبة والمدربين والإداريين كلهم بيروحوا ويجوا، لكن النادي هو اللي بيفضل. تالتاً، ودي نقطة حساسة قوي، لازم نتجنب نشر أي إشاعات أو معلومات مش متأكدين منها، لأن ده بيعمل بلبلة ملهاش لازمة. وأخيراً، نحاول ما نتفاعلش مع الإعلام اللي كل هدفه إنه يعمل فرقعة وينشر طاقة سلبية. دي قواعد أساسية للمشجع اللي فعلاً عايز مصلحة نادي. وفي النهاية بنوصل للسؤال الأهم، هل اللي بنشوفه في الأهلي ده ممكن يكون بداية لعهد جديد من الاحترافية الإدارية في الكرة المصرية؟ وهل الخطوات الجريئة دي ممكن تكون الشرارة اللي هتغير شكل إدارة الرياضة في مصر كلها؟ ده سؤال الأيام الجاية بس هي اللي هتقدر تجاوب عليه.